جايين النهارده بقى نتكلم عن ايه؟ نتكلم ايه هي الحاجات اللي بتخلي ريحتي مش حلوة مهما استخدمت منتجات غالية. مهما استخدمت منتجات الكواليتي بتاعتها والجودة بتاعتها عالية، الا اني يفضل ريحتي مش حلوة. وده بسبب ايه؟ ده بسبب شوية من بعض الغلطات اللي انا مجمعها لكم في فيديو واحد، علشان نعرف ايه اللي بيخلي الريحة بتاعتنا مش حلوة مهما اهتمينا بنفسنا، مهما استخدمنا منتجات غالية بكواليتي عالية جدا. فاحنا جايين في الفيديو دوت نجمع ايه هي كل الغلطات اللي معظمنا بيقع فيها، ومعظمنا بيستصغر او بيستقل بالغلطات ديت، وما بيبقاش متوقع ان الغلطات دي هي اللي في الاخر بتخلي ريحه الجسم نفسها مش حلوه، مهما ابقى حاطه بادي لوشن، مهما ابقى حاطه بادي سبلاش، مهما ابقى حاطه برفيوم كمان عالي، مهما ابقى مستخدمه كل حاجه ريحتها حلوه، الا ان لا يزال جسمي ريحته مش حلوه. على فكره المشكله ديت بتواجه كتير من البنات، وناس كتير قوي بعتولي على الخاص. فانا علشان كده جمعت كل الاسئله دي، وقلت اجمع لكم كل الغلطات اللي معظمنا بيعملها في فيديو واحد، علشان يبقى ملخص موجود عندك يقدر يفيدك وتقدري تتفادي الغلطات ديت. فطبعا لو انت حابه تهتمي او انت حابه تعرفي كل التفاصيل ديت، تقدري تكملي معايا باقي الفيديو، هنتكلم فيها عن كل غلطه على حده. اهلا بيكم يا بنات، يا رب تكونوا بخير. جايين بقى زي ما قلت لكم ان احنا نتكلم النهارده في الفيديو ايه هي مجموعه الغلطات اللي احنا بنعملها وبتخلي في الاخر ريحه الجسم بتاعتنا مش ألذ حاجه. ومش هقول لكم كمان ان هي مش ألذ حاجه بس، لا، ده كمان بتلاقي ان في ريحه نفاذه ومنفره لو حد كمان قرب مننا. وطبعا احنا بنات، فما ينفعش اطلاقا ان حد يبقى اول ما يقرب مني تلاقيه تلقائيا كده راح باعد لمجرد ان الريحه مش تمام، فبنستغرب. ده انا حاطه والله برفان كويس، والله انا حاطه بودي سبلاش، حاطه ديودرانت والله كويس انا مستخدمه، ده انا جايبه الديودرانت دوت بالمبلغ الفلاني، انا جايبه البودي سبلاش دوت بالمبلغ الفلاني. هي مش بغلو المنتجات، لكن هقول لكم دلوقتي ايه هي التركات وايه هي الغلطات اللي كلنا لازم ناخد منها. اول حاجه من الغلطه دي ايه؟ وممكن تستهونوا وممكن تستغربوا بيها: نوعيه الاكل. نوعيه الاكل يا بيبو، والله نوعيه الاكل. انت متخيله ان اي اكل انت بيدخل جسمك في الاخر ايه اللي بيحصل؟ في الاخر هو بيترجم على ريحه، آه بريحه. الريحه ديت بتنتشر في مسام جسمك كله وبتطلع على جسمك. طب زي ايه؟ فاكرين زمان لما كنا في المدرسه وكانوا صحابنا يجيبوا سندوتشات مفتقه؟ انا هرجعوا كده بس بالذاكره. فاكرين سندوتش المفتقه اللي كانت صاحبتك في الديسك بتاعك في ابتدائي بتجيبه؟ كانت تاكل سندوتش المفتقه من هنا وتلاقي ريحه الجسم رهيبه من هنا. رجعوا كده بس بالذاكره. الناس اللي بتشرب حلبة يوميا يوميا بتلاقي برضو ليها ريحه، ريحة علق مش لطيفة. ريحة الجسم نفسها بتطلع روايح مش لطيفة. طيب ايه تاني؟ لو اغلب الاكل كرات، بصل، توم، اكل سبايسي، حتى الاكل السبايسي، الاكل الهندي، الهنود نفسهم ريحة جسمهم ليها ريحة مميزة كده شوية بسبب الاكل السبايسي. فنوعية التوابل اللي انت بتستخدميها والاكل اللي انت بتدخليه جسمك ركزي كويس قوي قوي فيه. اي حاجة انت بتاكليها في الاخر هتنطبع على جسمك، فلازم تركزوا كويس قوي في نوعيات الايه، في نوعيات الاكل. يعني ايه؟ يعني انا لازم اشرب يوميا كده مفيش اقل من 3 لتر. مش عشان ريحه الجسم بس، الميه ديت في حد ذاتها بتغسل الكلى، بتخلص الجسم من السموم. ما هو كل السموم اللي متركزه في الجسم بتاعنا هي في الاخر هتطلع على ايه؟ على هيئه ريحه مش لطيفه في الجسم. هتنعكس على صحة جسمك، صحة بشرتك، صحة شعرك. فانتوا لازم تهتموا بشرب المية، عشان في الاخر هي بتبقى طارد للسموم اللي متخزنة كلها اللي هتبدأ تنزل معايا في البول. اهتم كمان بتناول الخضار، اهتم كمان بتناول الفاكهة. كل الحاجات دي هتخلي ريحة الجسم عندنا لطيفة، لان هي في التفاعلات اللي بتحصل مع الجسم والروايح اللي الجسم هيبدأ يطلعها هتكون الروايح حلوة. وخصوصا الاناناس، اعملوا سيرش كده على الاناناس هتلاقوه بيحسن جدا وبيلطف جدا من الريحة بتاعة الجسم. هتبقى حلوة قوي قوي قوي، وهتغنيكوا عن كل الروايح اللي هي ما بتبقاش لذيذة. طيب، يبقى انا كده اتكلمت على نوعية الاكل، والاكل لو اهتميتوا بيه كمان بالجودة بتاعته هينعكس على صحتك كمان في الجسم.
طيب ايه كمان؟ نوعية اللبس. طب ليه؟ هقول لكم. كلنا بننصح ليه بانواع اقمشة القطنية، القماش القطن، وخصوصا لكل المنتجات الملامسة بشكل مباشر لجسمك، زي الاندروير، زي البرو، زي البيزكس والتوبات، زي الاسترتشات، اي حاجة ملامسة دايركت لجسمك. ليه؟ لان القطن اصلا مخصص ان هو يمتص كمية العرق الزيادة، فهو بيمتصه بطريقة كويسة، بعكس البوليستر، بعكس النايلون، المواد المصنعة، الأقمشة المصنعة. هتلاقوا ان الأقمشة دي أساسا مش مصممة ان هي تستوعب أو تمتص العرق. هتلاقي على طول الأقمشة ديت، لو انت مثلا عندك بلوزة ما أو تي شيرت ما بوليستر، نايلون، اي حاجه مصنعه، هتلاقي على طول ريحه العرق لازقه فيه، بالرغم ان انت بتغسليه هتلاقي على طول ريحه الكمكمه فيها، لان هو بيحتفظ جامد بالروايح اللي مش لطيفه ديت. فعلشان كده حاولوا كل الأقمشة اللي بتبقى ملاصقة ومباشرة على جسمك لازم لازم 100% قطن، هتريحك، مش هتسبب لك أي التهابات، هتمتص كمان العرق الزيادة، فهتلاقي إن الدنيا معاكي تمام، ومفيش أي روايح مش لطيفة. وخصوصا مناطق البيزكس، يعني تحت في الاندر ارم ده اكتر منطقه بيحصل فيها عرق. فلو انا لابسه اندر شيرت او بيزكس قماشته مش قطن 100%، هتلاقيه كله منطقه العرق اتجمعت في الاندر ارم في البيزكس ده، وهتلاقي الريحه لا تطاق، هي ما بتخرجش حرفيا مهما غسلتيها. فدي برضو من الحاجات اللي انتوا لازم تاخدوا بالكم منها. طبعا 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 النظافه، بمعنى ان انا في الصيف يوميا على الله هتاخدي الشاور بتاعك يوميا، دي ما فيهاش فصال. الشاور هيخلصك من روايح العرق اللي مش مستحبه، لان احنا كلنا في الصيف بنعرق بشكل مبالغ فيه وبشكل مفرط فيه، وخصوصا في الايام اللي الرطوبه بتبقى عاليه فيها، فبنبقى بنشر ميه من كل جسمنا. وطبعا طبعا طبعا مع كل شاور انا باخده، انا كل هدومي الداخليه بتتغير، ده يعني اكيد الف ب، فما حدش بيتناقش في النقاط دي. في الشتاء ما تقوليش ان انا في الشتاء ما بستحمش غير مره واحده، لا، من مرتين لتلاتة اسبوعيا، ما تقلوش عن الليميت ده. ولو تقدروا ان يبقى كل يوم في الشتاء يحبس، بس مش هنقدر، يبقى من مرتين لتلاتة في الشتاء. طيب مش هنقدر، بس هو يحبذ يوميا قبل ما تنامي منطقة الاندر ارم لازم تتغسل بمية، والغسول بتاعها المناسب ليها ده يوميا على الله. هتقولي لي ليه؟ هقولك ان احنا كلنا بنستخدم الديودرنت بتاعنا، صح؟ كلنا بنحط مزيل عرق، ايا كان بقى ايه نوعه، ايا كان ايه ماركته، اي مزيل عرق احنا بنحطه. دلوقتي انا جيت الصبح صحيت من النوم، حطيت الايه، حطيت مزيل العرق ده، تمام تمام. بعد ما حطيته خرجت ورحت وجيت نمت وانا ما غسلتش الاندر ارم، صحيت تاني يوم الصبح حطيت تاني طبقه تاني، منين؟ حطيت طبقه تاني من الديودرنت. انتوا متخيلين الطبقه دي تراكمت على طبقه بكتيريا، على طبقه عرق، على طبقه جراثيم، كل الروايح دي على بعضها في الاخر هتعملك كمكمه. فمهما استحميتي ومهما حطيتي ديودرنت غالي، في الاخر هي كمكمه، فانت نفسك مش هتبقي مستحبه الريحه. فلازم الاندر ارم يوميا كل يوم تبداي تغسليه كويس جدا جدا، وتنشفيه كويس جدا جدا. طيب ايه تاني؟ ان انا لازم اهتم بالمناطق الصغيره المخفيه في الجسم. يعني ايه؟ يعني ورا وداني، يعني السره بتاعتي، يعني زي ما قلت لكم الاندر ارم، منطقه البكيني، ورا الاكواع، ورا الركب، كل المناطق الصغيره، الرقبه، كل المناطق الصغيرة المخفية اوعوا تستهونوا بيها. المناطق دي في الاخر بيتجمع عليها مجموعة من البكتيريا ومجموعة من الجراثيم، وبتطلع ريحة عرق غير مستحبة اطلاقا. فلازم الحاجات دي كلها يوميا تتنظف، يوميا تتنشف كويس جدا. واهم حاجة هنتكلم عنها هي التنشيف. ليه؟ لان انت لو غسلتي المنطقه وسبتيها مش متنشفه، الميه ديت هتجمع لك بكتيريا، هتسبب لك التهابات، هتعمل لك فطريات، هتخليكي تخشي في مرحله التنية. صوابع رجليك، بين صوابع رجليك الصغيره لازم يتغسل كويس جدا، يتنشف كويس جدا بالمناديل، وترطبيه كويس جدا.
طيب ايه كمان؟ ازالة الشعر الزائد في الجسم، يعني الاندر ارم، البيكيني، الايد، الرجل، كل شعر زايد لازم تشيليه، لان الشعر الزايد ده في الاخر هيبقى محمل بالبكتيريا وبالجراثيم وبريحه العرق، ففي الاخر هو محتفظ بريحه العرق وبالكمكمه، وفي الاخر لازم تشيليه. لازم تهتموا بالخطوات ديت، لانها مهما كانت صغيره الا انها بتسبب روايح جسم بجد غير مستحبه. طيب ايه كمان من ضمن المشاكل عندنا؟ تكرار لبس نفس اللبس واحنا عرقانين فيه. بمعنى انا دلوقتي دخلت، انا كنت لابسه هدومي ما، دخلت خدت الشاور بتاعي، خرجت من الشاور بتاعي نظيفه فله شمعه منوره، خرجت من الشاور لبست نفس اللبس، يبقى انا ما عملتش حاجه، ما هو انا لابسه اللبس اللي انا قلعاه، اللي فيه نفس ريحه العرق، اللي فيه نفس البكتيريا، اللي فيه نفس الجراثيم. طب في الاخر بعد ما انت نظفتي جسمك تلبسي نفس اللبس اللي فيه تاني ريحه العرق؟ طب ما في الاخر هتتنقل لجسمك تاني. فطبعا طبعا طبعا ممنوع منعا باتا تكرار نفس اللبس تاني اطلاقا. طيب ايه تاني حاجة ممكن او من ضمن الغلطات؟ ان انا بستخدم المنتجات غلط. يعني بمعنى ايه؟ يعني مثلا انا هطلع اقولك السي ليت ده، الرول اون بتاع السي ليت ده خطير، تحفة. بصوا بيجيب معايا من الاخر، ده بيقعد معايا بالثلاث ايام وبيقعد معايا بالاربع ايام وما شفتش في حلاوته. بصي كل الناس بقى قالت عليه واجمعت عليه حلو، بس انا واحده عندي مثلا مشكله تفرط عرق، بعرق كتير جدا 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 جدا، والله جيت استخدمته ما لقيتش منه اي نتيجه، ما اوحش بقى، ما اوحش واستمر عليه واقول والله ده الناس كلها بتشكر فيه، ازاي جه عندي انا وما اشتغلش؟ هو ممكن ما اشتغلش مع مشكلتك، فتلجئي ساعتها ان انت تبدلي المنتجات، وتلجئي ساعتها بقى غيري وشوفي حاجه تناسب مشكله ايه، فرط العرق. فمش معنى ان المنتج ده عجبني ومشي مع حالتي ومشي مع جسمي ان هو لازم بالشرط يمشي مع جسمك، لا. اسمعي لجسمك، راقبي جسمك، شوفي ايه المشكلات اللي جسمك بيقولها لك وهاتيله المنتجات اللي مناسبه ليه. زي مثلا ناس كتيره قوي قوي تيجي تقولك اللوشن ده ريحته خطيره، هو فعلا ريحته خطيره، بس انت لما بتيجي تحطيه على جسمك تحس ان فيه حاجه غلط. انتوا تعرفوا ان كل جسم، البرفان نفسه، اي برفيوم معاكم حطيه عليكي، حطيه على اختك، حطيه على مامتك، حطيه على صاحبتك، البرفان قواعد او النوتات العطريه في الاخر هي ثابته، بس سبحان الله كل جسم بيتفاعل بشكل ما، في الاخر بتشمي ريحه مميزه، اللي على جسمي غير اللي على جسمك. وهو ده اللي انا عايزه اوصله لكم، ان المنتجات بتتفاعل مع الاجسام بشكل مختلف، لان طبيعه جسمي غير طبيعه جسمك، غير طبيعه جسم اختك، غير طبيعه جسم صاحبتك. في الاخر جسمي والاكل اللي انا واكلاه وعوامل كتير جدا 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 بتاثر في التفاعل جسمي مع المنتجات، ايا كان بقى ايه هو المنتج. ففي الاخر الريحه اللي بتطلع تختلف مني ليكي. هو ده بقى اللي انا عايزه اوصله لكم في اختلاف الفورمولا بتاعه المنتجات واختلاف جسمي انا اصلا في التعامل معاها. طيب ايه كمان نقدر نتكلم عليه؟ الاهم بقى من اللي انا بقوله ده كله، اللي انا بقوله دي كلها تريكات علشان تشوفي ايه الغلطات اللي احنا بنقع فيها. الاهم بقى من ده كله، اي مشكله تظهر اسمعي لجسمك، لازم تعملوا التحاليل. اي مشكله صحيه هتبدا تظهر لازم تروحي للدكتور المختص، لازم تشوفي ايه نوع المشكله دي. يعني هقول لكم على حاجه، مثلا في ناس اللهم اشفيهم يا رب ويعافيهم عندهم سكر، فالسكر ايه اللي بيحصل فيه؟ بيغمق اماكن من الجسم. فانا ما اجيش اقدر اقول لك ايه خدي كريم التفتيح الفلاني هيفتح لك جسمك، لا. ليه؟ لان انت عندك مشكله صحيه. الناس اللي عندهم مرض السكر بيبقى عليهم مضاعفات، ربنا يشفيهم ويعافيهم، فما اقدرش اديكي لو اديتك 100,000 ولا اغلى كريم تفتيح في الدنيا هو مش هيجيب معاكي نتيجه، لان في الاخر ده عرض ناتج عن مشكله صحيه. فلازم تلجئي للدكتور بتاعك اللي يعالج لك السكر علشان تقدري تشوفي الدنيا. زي الناس اللي عندها مقاومه انسولين، الناس اللي عندها مقاومه انسولين بيتعرفوا اصلا منين؟ بتعرفوا من الغمقان اللي في الرقبه. فمهما خدت اغلى كريم تفتيح في العالم عمره ما هيتفتح، لان مقاومه الانسولين عندها ما اتعالجتش. لكن لو عالجت مقاومه الانسولين الدنيا هتبدا تتحسن، الدنيا هتبدا تتحسن عندها. وهكذا لو في اي مشكله تستدعي ان انت تروحي، مشكله صحيه تستدعي ان انت تروحي للدكتور، ما تتردديش وروحي للدكتور علشان صحتك اهم ما في الموضوع. طيب حاجه كمان عايزه اتكلم عنها، تهويه الجزم. الجزم الشوزات اللي احنا بنلبسها كل ما هتلبسيها
لازم ترجعي على طول تهويها في الشمس. الجزمه ديت حصل فيها عرق من رجليا، حصل فيها بكتيريا، حصل فيها فطريات، فلازم تتهوى في الشمس علشان الروائح الكريهه تتشيل منها. في كمان بودر، في بودر للشوزات، تقدروا برضو تحطوها وتهووها علشان ما تبقاش ريحتها مكمكمه، وبالتالي يرجع ريحتها مش لطيفه على رجليك. انا كده قلت اغلب او معظم الغلطات اللي احنا بنقع فيها في كبنات، وقلت التركات بتاعت ان احنا نتفاداها. لو في اي حاجه انا نسيتها او حاجه انتوا حابين تزودوها، اكتبوها لي برضو في الكومنتات عشان اخدها برضو بعين الاعتبار. ولو في اي حد عنده اي حاجة حابب يزودها قولولي، عشان كلنا في الاخر بنفيد وبنستفيد بعض. ولو انتوا عاوزين ان انا اعمل لكم انا كده قلت في الفيديو دوت ايه الغلطات عشان الروايح الكريهه، لو انتوا بقى عايزين ان انا اعمل لكم فيديو للتعطير ويخلي ريحتك كده مفحفحه قولوا لي، وهعمل لكم برضو الفيديو ده، بس انا هعمله بناء ان انا هستنى الكومنتات بتاعتكم. انا طبعا وصلت كده لاخر الفيديو، ولو الفيديو بقى عجبكم ايه اللايك، التشجيع بتاعكم اللي هيعرفني ان الفيديو عجبكم هو اللايك، وان انتوا تنزلوا في الكومنتات وتقولي الفيديو عجبنا يا بيبو. وما تنسوش طبعا تشيروا الفيديو وتبعتوه لاكبر عدد من صحابكم البنات عشان الكل يستفاد وكلنا نفيد بعض. واللي مش مشترك طبعا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس. بحبكم جدا واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. باي باي.